هيثم انا برحب بيك معايا في وانتيك، بقول لك مبروك فيلم داي. شعورك ايه وانت شايف تعبك دلوقتي وانت موجود وسط النجوم فيلم داي؟ الحقيقه انا مبسوط. احنا عملنا الفيلم عشان الجمهور بشكل اساسي، فدايما العرض الخاص والعرض الجماهيري ليه طعم مختلف عن كل المهرجانات او كل الاماكن اللي احنا رحناها وكل الاحتفال اللي احنا رحنا بيه. لكن الحقيقه انا بشوف ان فيلم ضي هو تجربه مختلفه. هو فيلم في الاساس اتعمل عشان الجمهور، فيلم تجاري برغم ان هو فيلم صعب، لكن انا براهن ان هو فيلم تجاري، فيلم الاسره هتحبه، هتحب تتفرج عليه. القصه جات لك منين؟ الالهام بتاع القصه جالك منين؟ انا بحب البشر، بحب الف اتفرج في الشوارع واشوف البشر. والحقيقه انا كان نفسي اقدم فيلم في عالم النوبه، كان نفسي اقدم فيلم في طفل الباينو، كان نفسي اقدم فيلم عن عيله بشكل مختلف. فده بالنسبه لي كان مهم جدا جدا جدا. قابلت زي شخصيه داي شلته في الحقيقه كتير. انا مش هينفع اكتب من غير ما بشوف ان كل حد. ام ضايع انا شفتها، اخت ضايع انا شفتها، انا كل الناس دول انا شفتهم. مش هينفع تصدق الشخصيات لو انت مش ما شفتهاش في الحقيقه. حتى في الافلام الكوميدي او اللي تصنف ان هي كوميدي، انا بزعم ان فيلم زي وقفه رجاله الناس حبيته عشان الملمح الانساني اللي فيه كمان. فيلم فوتوكوبي الناس لحد النهارده بتكلمني عنه. فانا بصدق البشر اللي عندي، بحاول اصدقهم جدا عشان الناس تصدقهم.